السلام عليكم. لو عندك قشطة اللبن اوعي ترميها، دي كنز وخير. انا عملت منها كيلو وربع من السمنة البلدي، وشوفي وفرت قد ايه، وشوفي هتجيبيها بكام جاهزة من بره ومن غير مضرب كهرباء وفي الحل على طول. طبعا الكمية دي كلها انا محوشاها بقالي سنة كده، وبحطها في اكياس واحطها في الفريزر. تطلع معاكي زي ما انت شايفاها كده، بسيبها يوم كامل في التلاجة من تحت عشان تبدأ تطرى كده وتهدى. بعد كده بجيب حلة وتكون تستحمل الحرارة، وانزل بكمية القشطة كلها. شايفة ما شاء الله، يعني أنتِ بتوفّري من لبن وحاجات بتجيبيها في البيت، وبتعملي منها أحلى قشطة كمان، ومش مكلفة عليكِ، يعني أنتِ بتحوّشيها على مراحل. بعد كده تحطيها على البوتاجاز وتوطّي على أهدى نار عندِك عشان ما تتلسعش معاكِ. بعد حوالي تِلت ساعة بتكون فكِّت معاكِ خالص، وبتكون في رغوة على الوش كده، بتشيليها بالمصفى وتتخلّصي منها، وبتقعد على النار من ساعة لساعة ونُص على أهدى درجة عندِك. ونبتدي نصفّي السمنة كل شوية بالمصفى في طبق كده يستحمل الحرارة. ولمّا تهدى السخونية نبتدي ننزّلها في البرطمانات بتاعتنا، والبرطمانات بتاعتنا لازم تكون نضيفة جدًا ومُعقّمة وناشفة عشان ما تبُص معاكِ السمنة. الطبق ده طبعًا صفّيت فيه السمنة وبدأ يهدى كده، بدأت أجيب كده البرطمان بتاعي و قُمع كده عشان تعرفي تصفّي فيه، ونزّلت الكمية كلّها واسيبها على جنب تهدى. وطبعًا زي ما أنتِ شايفة كده هي لسه طبعًا طول ما هي سخنة بتبقى لسه إيه، سايلة. وحبيت أورّيكم المُرتة هنا، أنا لسه ما طفيتش على النار، سايباها كل ما تقعد كل ما بتنزّل سمنة، وباخدها كده أحطها في مصفى وأضغط عليها بالكبشة دي، فبتنزّل لي أي سمنة فيها. عملت لي الكوباية دي قد ربع كيلو كده. وطبعًا بعد ما هدِت خالص فضّيتها في الطبق. دي طبعًا المُرتة عندي بتقعد فترة، أقدر أحشيها في أي مُعجّنات عندي. شايفين ما شاء الله كمية محترمة من السمنة وكمية محترمة من المُرتة، وهتنفعني في البيت. وده طبعًا كل ده خير. ما تنفع في ناس بتتخلّص منها، فطبعًا بتخسر كتير وتروح تشتريها بقى غالية جدًا. وشوفي بقى أنتِ وفّرتِ لبيتِك قد إيه. ولو عجبِك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وكومنت حلو زيكم، واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ومع السلامة.